مشاهدينا الكرام، أينما كنتم، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشاعر والأديب الجزائري الأستاذ كبير حسين يطل عليكم في هذه الصبيحة بجديد ما طاب من أدب في بناء شخصية قوية وعظيمة. الدفاع عن القضية الثقافية، قضية الوعي الثقافي. رسالة إلى أصحاب العقول الراقية، إلى من يقدسون الشعر والثقافة والأدب، قداسة عظيمة تترك بصمتها في التاريخ للأجيال الحاضرة والقادمة. أقول لهم أن تضحيتي في سبيل القضية العادلة مبنية على أساس الإرادة والثقة والجرأة. حين تتحد الصفات الثلاث في الإنسان تكون القوة الفكرية ملك كل مثقف عربي حر أصيل عرف كيف يستخدم قلمه في خدمة الثقافة والأدب العربي على المستوى الدولي والعالمي. وصوله إلى المرحلة امتلاكه للقوة المقدسة بالعزيمة والجرأة والصمود تكون العظمة في الإنسان، ويكون التحدي وتزداد القوة. أي بناء إنسان شجاع يعني بناء وطن ودولة وتغيير أمة بأكملها. غير نفسك تغير التاريخ. قضيت عمري كله في خدمة الثقافة والأدب. ثقتي بنفسي سبب جرأتي، لذا يا إما راح أكتب التاريخ يا إما راح نصير جزء من التاريخ. وعد قطعته على نفسي وعلى تاريخي، ولقد حققته لنفسي ولتاريخي. رسالة إلى الجيل القادم، إلى كل من يحاول أن يبني شخصية قوية، أقول له: إن لم تكن تملك الثقة الكاملة في نفسك وتملك رصيد فكري ناضج ستعيش ضعيف الشخصية. كن قويا دائما، واعلم أن العدو الوحيد لنجاحك هو الإحباط والخوف. اقتل الخوف الذي يسكن بداخلك وانطلق نحو الأمام وإلى النجاح دائما. واعلم أن فوزك ليس انتصار على الغير فقط، وإنما هو انتصار على الضعف والخوف الذي كان يسكنك من قبل. الشاعر تحدي الأستاذ كبير حسين، شاعر وأديب ناشط في الميدان الثقافي الأدبي على المستوى الدولي. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.